الهلال والذي وضعه في الصدارة مؤقتا. كما هي العادة منذ سنوات وسنوات، عندما يلتقي الأهلي والهلال يتحول الموعد إلى عرس لكرة القدم، فالأهلي والهلال يضمان ترسانة من الأسماء اللامعة من السعودية ومن خارجها. هذه المرة ومنذ اللحظات الأولى كشف الهلال عن رغبة جامحة في خطف مركز الصدارة. هذه الأحلام بدأت تتحول إلى حقيقة عندما قرر محمد الشلهوب أن يؤكد قولا وفعلا بأنه استعاد كامل إمكانياته وسيكون له دور كبير في صناعة أفراح جمهور الأزرق. الشلهوب لم يكتفي بتذكير الجميع بقدرته على التهديف، فشارك بلمسة ساحرة في صناعة هدف يجب أن يلقن في مدارس المبتدئين. أما من يعتقد أن الأهلي قد استسلم لمصيره فقد كان على خطأ. حسن الراهب عجل بتوزيع لحظات من الفرح على مدرجات الأهلي، ثم حاول هو وعدد من رفاقه مباغتة محمد الداعية مرات كثيرة وبطرق مختلفة، لكن حارس القرن في السعودية والقارة الصفراء استغل هذه المناسبة ليضرب عصفورين بحجر واحد. ساهم بمهاراته في فوز الهلال ورد في الوقت ذاته على كل الذين طلبوا منه سرا وعلانية بأن يسلم المشعل للجيل الجديد. أحرز السائق البريطاني